بنادي العين الرياضي يراهن مدرب الأسود إيرفي رونار على تحدي الكأس الإفريقية من جديد. الرجل اختار الإمارات لما لها من ذكريات جميلة عاشها مع منتخب الفيلة وحكاية التتويج القاري. تفاصيل يريد منها رونار أن تكون أفضل بداية للأسود في الغابون، مغامرة سيحاول من خلالها رونار الاعتماد على خبرة الأحمدي وبوصوفة في الأدغال، وانتظار ما ستقدمه العناصر الجديدة التي تخوض أول تجربة إفريقية على غرار لاعب ديبورتيفو لا كورونيا فيصل فجر. علينا كمجموعة أن نكون متحدين لكي نفوز بأي منافسة، ويجب أن تكون لديك مجموعة منسجمة، وهذا ما يريده المدرب أيضا، ونحن كلاعبين سنحاول المضي بعيدا في هذه الكأس. صحيح أن المنتخب المغربي سيفتقد خدمات متوسط ميدانه يونس بالهند المصاب وحكيم زياش الذي خرج من حسابات رونار، لكن اللاعبين المتواجدين يدركون حجم المسؤولية لتمثيل منتخب بلادهم في أكبر حدث قاري والمضي بعيدا في المسابقة وتجاوز لعنة الدور الأول. المدرب يعتمد بشكل كبير على الجانب البدني، ويتوجب علينا العمل بجد كبير إذا أردنا الفوز في كل المباريات. نلعب ضمن مجموعة صعبة، لكننا نملك بدورنا تركيبة قوية ومنسجمة. علينا التعامل مع المباريات بالشكل المطلوب والبحث عن الفوز في أول مواجهة لنا، وندرك أنه بإمكاننا تقديم الأفضل في هذه الكأس. المنتخب المغربي تنتظره مباراتان وديتان أمام إيران وفنلندا في 6 و9 من يناير المقبل لوضع مزيد من اللمسات قبل بداية المنافسات. منافسات ينتظرها الجمهور المغربي بترقب كبير، ويمني النفس أن تكون مغامرة الغابون هذه المرة بقيادة رونار أفضل بكثير من إخفاقات الدورات السابقة.